السلام عليكم، كيف أحوالكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. هذا تاني روتين غادي نشارك معكم في شهر رمضان، كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. اليوم اختاريت نشارك معكم الروتين المسائي، شنو كندير من مورا الفطور، وضروري نشارك معكم الطبيله اللي غادي نوجد لمائده الافطار في هذا النهار هذا. صايبت واحد الشيوات اللي زوينين ولذاذ باش هكا تاخذوا بعض الافكار. كنعرف في شهر رمضان بعض الخطرات كنتلفوا ونحيروا شنو نوجدوا، خصوصا كنبغيو شي حاجه اللي جديده ومختلفه باش كنبدلوا هكا الروتين اليومي ديال مائده الافطار. اول حاجه بديت بها هي الصوبه، خليتها كطيب ودزت مباشره نصايب التحليه. صايبتها هاد الخطره بالبودوار كما كتلاحظوا. اول حاجه خديت ورق الزبده، من بعد درت بلاستيك غذائي وستفت فوق منه البودوار اللي كنسقيه بشويه ديال عصير الاناناس، حيت التحليه غادي نزينها باناناس. نتوما تقدروا تسقيوه باي حاجه بغيتو. من بعد غادي ناخذ هنا الكريمه، اي كريمه كتبغيو. هنا انا عندي هلالا اللي طلعتها مع نسلي حليب مركز وشويه ديال الجبن. الهلالا كانت حلوه ما زدتش السكر. نتوما الا كانت عندكم كريمه ما حلواش زيدوا فيها السكر. درت طبقه خفيفه من الكريمه، من بعد عاوتاني درت شويه ديال قطع الاناناس وغادي نلوي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا في الفيديو. هاد التحليه ساهله دغيا كتصايب وكتجي لذيذه بزاف. غادي نخليها في البلاستيك الغذائي ورق الزبده باش هكا غادي نحطها في الثلاجه تبرد وتقبط راسها مزيان. الا كنتو زربانين تقدروا تخليوها في المجمد تقريبا واحد نصف ساعه. من بعد ما غادي نجبدها عاد غادي نزينها. التزيين راه كيبقى كيف ديما على حساب الرغبه ديال كل واحد. 10 ساعة من مورا التحليه غادي نصايب الحشوه ديال العنب باش تبرد ليا مزيان. خديت المقله اللي درت فيها شويه ديال الزبده ودرت فيها خيزو محكوك، شويه ديال البصله حتى هي اللي حكيتها، وشامبينيون اللي قطعته رقيق، بريس ديال الثومه محكوك، وسكينجبير طري اللي حتى هو حكيته. وغادي نضيف لهم التوابل. غادي نضيف العطريه ديال السمك، شويه ديال السودانيه، شويه ديال الكركم، سكينجبير بودره، شويه ديال الزعتر. غادي نضيف شويه الملحه، وغادي نضيف بودره البصل وبودره الثوم. غنضيف 2 معالق صغار ديال صلصه ديال الصوجه، ومعلقه اولا 2 معالق صغار ديال الصلصه الحاره على حساب الرغبه ديالكم، واش كتبغيو المملحات يكونوا حارين او لا. من بعد ما نزلت لنا شويه البصله والخيزو غادي نضيف دابا 6 ديال الدجاج اللي قطعتهم مربعات صغار، والسيبيه حتى هي مقطعه مربعات صغيورين كنت سلقتها من قبل في شويه ديال الماء ورقه ناموسه. وغادي نضيف لهم عصير ديال الحامض. من بعد ما طابوا لي المكونات الاولين عاد غادي نضيف الكروفيت الكريل اللي كنت قطعته، وشويه ديال الشعريه ديال الشينوا والزيتون الاخضر. غادي نخليهم يتجانسوا مع المكونات الاولين، ونضيف معاهم الفرماج غابي اللي كيبقى على حساب الرغبه ديالكم. كتجي واحد الحشوه اللي معلكه ولذيذه. نرجعوا دابا للتحليه. من بعد ما بردات مزيان وشدات راسها غادي نزينها. غادي ناخذ نفس الكريمه اللي غادي نوضعها من الفوق، غادي نزينها بواحد شكيلات هكا خطوط. يمكن لكم ديروا غير فورشيط وتزينوا بهذا الشكل خطوط، وغادي نوضع فوق منها طريفات ديال الاناناس. والتحليه ديالنا غادي تكون واجده. غادي نرجعها دابا للثلاجه حتى لوقت الافطار. الحشوه ديالنا كانت بردات مزيان. دابا غادي ناخذ الكاليت دوغي. اول حاجه غادي ناخذ واحد الاناء اللي ضعت فيه شويه ديال الماء ونستنسو بالصلصه ديال الصوجه. غادي ناخذ كل ورقه وغادي نحاول نفزكها واحد شويه. المنديل اللي غادي نخدم فوق منه غادي يكون فازك ومعصر مزيان باش هكا الكاليت ما تلصقش ليا فيه وتساعدني بانني نلويهم بالطريقه المزيانه. غادي ناخذ شويه ديال الحشوه اللي غادي نوضعها على الوسط وغادي نبدا نلوي عادي بحال اللي كنصايب دينين بالورقه البسطيله. غير الفرق بيناتهم هنا في الكاليت دوغي ملي كنكون لوي كنزير شويه اللويه ديالي باش كيجيوني هكا مجموعين باش ما يتفرقعوش لينا في الوقت ديال القلي. كيف ما لاحظتوا ما لصقتهمش بالخليط ديال الدقيق والماء. هاد الكاليت دوغي هي ملي كتفزك كتولي تلصق عليها. كنديروا منديل فازك من التحت وحنا كنخدموا، ومني كنسالي من كل وحده كنحطها فوق من فيلم اليمونتير اولا شي منديل اللي يكون فازك باش هكا ما تلصقش ليا. وحاولوا تبعدوهم على بعضياتهم باش ما يتلاصقوش ليكم. غادي نخليهم يرتاحوا. كل ما بقاو كيرتاحوا كل ما كينشفوا، وفي الوقت ديال القلي ما غاديش يعذبونا.
لينيم اللي كنصايبوهم بلي غاليت دو ري كل ما خليتوهم يرتاحوا وينشفوا مزيان كل ما كيعذبوكمش في الوقت ديال القلي ما كيتفرقعوش ليكم. تقدروا تصايبوهم الصباح وتقليوهم حتى العشيه. هنا الزيت كنكون مسخناها مزيان من بعد كنخليها على نار متوسطه وكنبقى نقلي فيهم غير بشويه بشويه كنبعد كل وحده على الثانيه باش ما يتلصقوش ليا. منين كتشد راسها مزيان كنقلبها للجهه الثانيه وكنخليها تحمر وتعطينا اللون الذهبي كتجي مقرمشه ولذيذه. هذه هي مائدة الإفطار ديال هذا النهار، الله يدوم علينا نعمة ويحفظها من الزوال. التحلية اللي صايبت بالبودواغ، لي نيم ازياتيك اللي رافقتهم بصوص سويت تشيلي، وكانوا عندي شويه ديال لي نيم اللي كنت معمراهم بالجبن والشاركوتري، والصوبه اللي كنت درت فيها غير البطاطا والخيزو اللي جات لذيذه بزاف، العصير. وهذه هي طبيلتنا ديال النهار. مباشرة من بعد الإفطار كنوض كنصايب الكوزينة. صراحة أنا ماشي من النوع ديال الناس اللي كيتفرج في المسلسلات، كنوضو مباشرة من بعد الإفطار باش هكا ما نترخاوش. كنتعاونو أنا والبنيته ديالي على الكوزينة، كنرد كل حاجة بلاصتها، كنغسلو المواعن. هنا كنت قليت كان ضروري خصني نغسل البوطة والحيط اللي حداها لي سورفاس للإيفي باش هكا نحيد الليدام، ما يبقاش الليدام يتزاد على الليدام ويصعب عليك من بعد تحيديه. كما قلت لكم كنتعاونوا انا وبنتي، كل واحد كيدير لي طاش اللي عنده باش كنساليو دغيا وكندوز مباشره نقوم بالعبادات ديالي. وكيبقى ليا مازال الوقت اللي كندير فيه الروتين الليلي ديال البشره ديالي. الروتين اللي كنشارك معكم اليوم ديال البشره ديالي كنديرو جوج الخطرات اولا على الاقل خطره واحده في الاسبوع على حساب البروغرام واش كيكون عندي عامر اولا خاوي. كتعرفوا البشره ديالي دهنيه فكتحتاج واحد الروتين اللي خاص باش هكا ما كيتكونوش ليا الحبوب، وخصوصا الحبوب اللي كيكون من تحت الجلد. كنغسل وجهي بالغسول اليومي ديالي، من بعد كندير الكوماج ومن بعد كندير الماسك. يمكن لكم تختاروا اي نوع ديال الكوماج ولا ماسك اللي كيوالم البشره ديالكم، يا اما تاخذوه طبيعي اولا جاهز بحال اللي كندير انا في الايام اللي كنكون عيانه او ما عنديش الوقت. هنايا من بعد ما كنغسل وجهي كندوز ندير شويه هنايا الانتي سيرن. كتعرفوا مع رمضان كيكون شويه ديال الصهر كيكون التعب، ضروري من انتي سيرن. ما هاد اكلا وايت الصراحه يلا بديت كنستعملو اول مره، يلا تقريبا دابا شي 3 ديال الاسابيع ناضوا لي دي طاش بغيون تحت من عينيا وقلت نستعملو نشوف واش كاين شي فرق او لا. وضروري من ترطيب اليدين، كتعرفوا مع الغسيل ديال المعان واليدين كياخذوا شويه ديال الدق، ضروري ترطبوا يديكم كل ليله قبل ما تنعسوا. وضروري من صورة الملك قبل من النوم، صورة اللي خصكم تكونوا مداومين عليها، بالإضافة بأنها صورة منجية من عذاب القبر كتخليك تنعسي وانتي مرتاحة ومطمئنة. فهكا غادي نكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. غادي نخليكم في امان الله الى الفيديو الماجي ان شاء الله.
وشكرا لكم بزاف.